السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نشارك معكم طريقة تحضير بتي فور باللوز. نحتاج لهذه الوصفة 125 غرام زبدة، نستعمل دائما زبدة تاع فلوريال، 125 غرام سكر عادي، 250 غرام فارينة، رشة ملح، 10 غرام خميرة الحلوى يعني باكي تاع خميرة الحلوى، زوج حبات بيض، ومغرفة صغيرة فاني، و125 غرام لوز مرحي بالقشور. وللتزيين نحتاج حبات لوز بالقشور، انا هنا كل حبة قسمتها على زوج بهذا الشكل. ودركا نروحوا لطريقة التحضير. نحط الزبدة، نضيف لها السكر ونطلعها بالباتور، نضيف لها البيض ونزيد نخلطها بالباتور حتى يولي الخليط نتاعنا كريمي بهذا الشكل. وعلى هذا لازم نستعملوا نوعية زبدة تكون مليحة، يعني ما يكونش فيها الماء، لانه لو استعملتوا زبدة فيها الماء الخليط ما راحش يطلع كريمي بهذا الشكل. ملاحظة حبيت نقولها لكم، اللي ما عندهاش باتور ولا بيترا ما تستعملش سكر عادي، تستعمل سكر ناعم، لانه سر الحلوى هذه السكر لازم يذوب 100% في الزبدة والبيض. ودرك نضيف للخليط اللوز المرحي ونخلط بالسباتول، ونبدا نضيف الفارينة وخميرة الحلوى ونص مغرفة صغيرة فاني، وندمج المكونات مع بعض. الفارينة وخميرة الحلوى واللافاني لازم نجوزهم في الباسوار كما شفتوا، والعجينة تكون طرية والقوام تاعها يكون بهذا الشكل. انا هنا قلت لكم استعملت 250 غرام فارينة، لكن ممكن تستعملي اكثر في حالة ما اذا كانت الفارينة اللي استعملتيها ما تشربش السوائل بزاف. ودوك نشكل كرات وزنها من 25 غرام حتى 30 غرام. هنا بعد ما شكلت كامل الكمية اللي عندي، نجيب حبات اللوز نغمسهم في بياض البيض ونلصقهم في الحلوى بهذه الطريقة، ونضغطوا عليهم شوية برك باش يسقوا مليح. وهنا راني كملت كامل الحلوى اللي عندي وراهي جاهزة درك باش ندخلها الفرن. طبعا الفرن كنت سخنته من قبل، ندخلوها ونخلوها تطيب حتى تاخذ لون ذهبي، يعني تاخذ لنا حوالي 10 دقائق حتى لربع ساعة. وهذا هو الشكل النهائي للحلوى. هي حلوى جافة تجي بزاف بنينة وسهلة التحضير، توجد في وقت قصير ومناسبة لقهوة الصباح. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تكون نالت إعجابكم. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، ودمتم سالمين.